السلام عليكم المتتبعين ديالي العزاز. كنتمنى ربي ينور طريقكم وتحققوا كل الامنيات ديالكم. اليوم غادي نحكي لكم واحد القصه بالدارجه المغربيه. هاد القصه اللي مؤثره بزاف، ولكن في نفس الوقت فيها واحد العبره كبيره. عبره واش من عبره. القصه ديالنا كتبدا في واحد الدرب، نقولوا حي في واحد الحي اللي هو فقير جدا، اللي الدروبه ديالو ضيقين والسطوحه كلهم من الصفيح. وهذاك الحي عامر بالصوات ديال البياعه والشرايه وشي حفيان. يعني هذاك الحي يعني فقر مدقع. في داك كما كيقولوا ديك الحومه، في هذيك الحومه كتعيش واحد السيده سميتها هند. ديما كل صباح كتخرج بكري، كتخرج وهي هازه معاها واحد السطل ديال الماء فوق راسها، ولابسه واحد اللباس اللي بسيط بزاف. يعني في داك الحي باش يشربوا ما عندهمش الماء في الديور، يعني كيمشيو لواحد البلاصه في الصباح بكري كيهزوا الماء، وكتم جايه هازه واحد السطل ديال الماء عامر فوق راسها باش كتدخلوا للدار. وهي غاديه كدعي سيدي ربي وكتقول يا ربي يا ربي خلي هذا النهار يكون ساهل عليا، يا ربي يا ربي هذا النهار يا ربي يكون سهل من البارح، هون عليا هذا النهار يا سيدي يا ربي. كل نهار كدعي وهي دايزه على جارتها اللي سميتها غيتا. غيتا هي واحد الجاره اللي طيبه بزاف وكتبيع الورد، وكتعيط لها وكتقول لها تاجي جلسي شربي معايا كويس ديال الاتاي. قلت لها لا ما عنديش الوقت، خصني نمشي نفطر ولدي وعاد تبعني الخدمه وتماره. وهي تقول لها وصافي غير جلسي. وهي تجاوبها هند كتقول لها انا ما عنديش الوقت باش نبرع راسي هاد الساعه، هاد الوقت عندي كله غير ديال الخدمه وديال تماره، وما خصنيش نتعطل ولو غير شويه. ندوزو للدار اللي كتسكن فيها هند. هند هي واحد الام اللي مات لها الراجل ديالها وخلاها هي واحد الولد تبارك الله كيقرا في ولدها كيقرا في الجامعه تبارك الله. اللي يعني واحد الولد اللي يعني كيقرا مزيان كيضرب تماره في قرايته. وهو جالس في هذيك ولدها ناعس في داك. اصلا دارهم فيها غير بيت، هذاك البيت فيه كلشي، فيه واحد الناموسيه من الحديد وواحد واحد الماريو ديال الخشب اللي متاكل. يعني واحد البريصه اللي هما صغيره، يعني كيطيبوا منها كينحسوا فيها كلشي، داكشي صغير. الولد كما قلنا كيقرا مزيان، في العمر ديالو 20 سنه. هو فايق على الريحه ديال الاتاي اللي صوبات له امه. قال لها ماما انا ما بغيتكيش تضربي تماره بحال هكا. قال لها ما عرفتش ماما واش انت غتبقاي كضربي تماره. كتجاوب وكتقول له نتايا ضرب تماره على الكتوبه ديالك وعلى قرايتك، وانا غنضرب تماره باش نحقق لك الحلم ديالك وما غاديش نمل. غنبقى نضرب عليك تماره توصل داكشي اللي بغيتي. المشكله اللي واقعه الولد هند كريم اللي عنده 20 سنه انه كيستعر من الخدمه ديال ماما، حيت ماما هي خادمه في البيوت. يعني هي واحد الخدمه اللي هي شريفه بزاف. بالنسبه لي انا واحد الخدمه اللي هي شريفه بزاف، بنادم كيخدم باش يجيب القوت ديالو. بالنسبه حتى كنمشيو مثلا لاوروبا ولا كنمشيو للدول ديال المهجر، يعني واحد الخدمه اللي هي عاديه بحال كاع الخدامين. ولكن كيف ما كتعرفوا هنا عندنا شويه ديال بنادم ما عرفتش حنا ما عرفت كيفاش كيشوفها رمز الفقر. ما بالنسبه لي حاجه اللي هي طبيعيه. وهو ما كيرضاش يقول قدام صحابه ولا الناس ولا اي من كان ان مو كتخدم في الديور. يعني ديما كيحاول يخبع اصلا ما كيبغيش يبان حتى هو باللي راه هو فقير قدام الناس. يعني ديما كيستعر من الخدمه دمو، كيستعر من حياته، كيستعر من الحي اللي هو كيسكن فيه، كيستعر من كل شيء. يعني كيستعر من كل شيء هو ديما. وهو كيقرا اصلا هو كيقرا في واحد المدرسه. هذيك المدرسه كيقراو فيها غير الاغنياء، غير ولاد الاغنياء. علاش هو كيقرا بالضبط في ديك المدرسه وما كيقراش في المدرسه ديال الفقراء؟ حيت هو تبارك الله جاب الباك بواحد النقطه اللي هي عاليه بزاف، عطاوه المنحه باش انه يقرا في ديك المدرسه اللي مع الناس اللي لاباس عليهم. داكشي علاش هو كيقرا معاهم. ندوزو الهند مامات كريم وهي وسط السحام هزه واحد الكيس وواقفه حداها واحد المراه في جنبها كتسولها. كتعرفها هذيك المراه كتقول لها واش انت ما كتعياش من هذا الطريق كل يوم؟ كتجاوبها هند قالت لها انا نعيا ونضرب تماره على وجه ولدي. انا كندير هادشي باش نشوف ولدي ناجح، باش ينسيني هاد العيا هذا اللي انا كنحس به. ندوزو الكريم هو مشى للجامعه، كيمشي لها ديما في الطوبيس وكيحاول يوقف بعيد. يعني الطوبيس كيحاول يوقف
واحد البلاصه اللي خصو واحد 10 دقائق باش يوصل للجامعه باش ما يشوفوش صحابو داكشي بلي هو جاي في الطوبيس. يعني كيحاول ديما يبين بلي هو ماشي من واحد الطبقه فقيره. كيحاول مثلا سمو مسكينه كضرب تمر باش تشري له حويجات اللي ما يبانش بهم فقير، حويجات نقيقين. هو معروف من المجتهدين ديال الصف ديالو، يعني هو بالمجتهدين. وكيبغي واحد البنت سميتها ريم، يعني في الجامعه ديال اللي فين كيقرا كيبغي واحد البنت سميتها ريم. هاد كريم هذا وحتى هي كتبغيه. هاد ريم هذه واحد البنت اللي انيقه بزاف، والعائله ديالها لاباس عليهم، يعني كتبغي كريم حتى هو كيبغيها، ولكن عمره ما صرحها باللي هو من عائله فقيره. يعني ديما كيبين لها باللي هو يعني من عائله مزيانه. اصلا ما كتدخلش في تفاصيل فديال هادشي. شنو قالت له كريم ما تنساش النهار عندنا العرض قدام الساده، يعني كيعاونها حتى في القرايه وكيتعاون معاها وداكشي، كيدير معاها العروض ديال مثلا كيعطيهم شي مشروع ولا شي حاجه يصوبوه، يعني كيعاونها في القرايه وفي كلشي. قال لها ضروري، يعني كيتعاونوا مع بعضياتهم. قال لها صافي ضروري انا غادي نكون في الوقت. صافي دازت الايام وهاد ريم بقات كتحكر بزاف على كريم. قالت له ضروري غادي تخطبني مع عند با، حيت انت كتبغيني وانا كنبغيك. صافي خلينا جي عندنا لدارنا وخطبني مع عند با. صافي هو بقى كيتهرب وهي كتحكر عليه. صافي تقرر، صافي الاب ديال صافي عرضوه صافي قرر باش انه يمشي باش يخطبها من عند الاب ديالها. وفي الليله ديال فاش جالسين كيتعشاو فين كاينه ريم والاب ديالها والام ديالها، يعني باش جالس حداهم باش يخطب بنتهم منه. جا قال لها والد الاب ديال ريم سولو شنو قال له قال يا ولدي شنو كيخدم باك. بقى كيصفار وكيخضر وكيحاول يكذب وتردد عيشته واحد الخلعه. قال له بات ميت وخلنا الاملاك وعندي ماما ما كتخدمش وعينيه كيتهربوا يعني في الكذبه، يعني ما عرفش يكذب وكله كيترعد. الاب حس بالولد كله كيرجف ما قدرش يجاوبه. ما قالوا له غنعطيك بنتي لا والو. بقى كيشوف فيه. صافي هذاك صافي مشى. ندوزو عند الام مسكينه وهي في البلاصه فين كتخدم. في البلاصه فين كتخدم كتغسل الماعن، كتمسح كتشفى في الارض وتسيقها وتحكها وكتغسل الحوايج. وديك السيده اللي خدامه عندها غير كتغوت وتقول لها واسربي هند راه الضيوف جايين سربي. وهي كتقول لها واخا لا انا كنزرب، يعني تماره ديال الغصب، هي تماره ديال الكحط. ندوزو دازو هكاك 3 ايام وهي ريم جات عند كريم. قالت له بابا ما بغاش يجوجني ليك، حيت الاب ديالها مشى بحث علاش ما بغاش يجوج بنته لكريم، حيت مشى بحث عليه ولقاه اكتشف باللي باه ميت والام ديالو كتخدم في الدور، يعني من عائله فقيره. اكتشف هذا الشيء، داكشي علاش رفض قطعي باش انه يجوج بنته ليه. قالت له انا بابا ما بغاش يجوجنا حيت انت من عائله فقيره وانت ما كنتش كتقول لي هذا الشيء، كذبتي عليا وصافي. قالت له انا ما يمكنليش نخالف الراي ديال بابا وصافي. قالت له الله يعاونك والاحسن كل واحد يشد طريق وصافي. تفرقت معاه وبقى فيه الحال بزاف، بقى كيبكي. حس باللي قيمته ما كتسواش، باللي هو داك الفلوس، يعني الفلوس هما اللي عاطينه قيمه، باللي هو قيمته كانسان ما كايناش. صافي دازت ليام ومسكين هو كيقرا كيجتهد وكيحاول ينسى الالم ديالو. فواحد النهار كانت كتصب الشتا بزاف. الام ديال كريم اللي سميتها هند غادا هزه واحد الميكا ديال الخضره وهي طاحت في الارض. صدرها بقى كيضرها ويدها بدات كترجف ويدي عندها كتجري الجاره ديالها غيتا. قلت لها مالكي. قلت لها صدري كيضرني وشافت يديها كيترعدوا. قلت لها خصك تمشي للطبيب. صحتك الاولى. وهي جاوبها هند. قلت لها لا الفلوس ديال الطبيب غاليه عليا بزاف والفحوصات وداكشي. قلت لها لا بلاش. صافي في الليل هذيك هند بدات كتكح بزاف، واحد الكحل هي خايبه لدرجه كريم تقلق عليها. قال لها ماما واش انت بخير؟ كتجاوبوا هند وكتقول له غير العيا وصافي يا ولدي، بلا ما تقلق ولدي، غير العيا وتماره وهذا بلا ما تقلق. صافي بقى مشطون على مو ما بانتلوش هي هذيك. صافي الغد لهيه وما بين وكريم جالس كيقرا وهي تعيط له الجاره ديالهم غيتا وهي كتغوت. قالت له سير جري راه امك في الطبيب، سير اعتق. هو كيجري غادي كيجري كيحس بواحد الالم شديد في الداخل ديالو. يعني مو هي روحه، هي قلبه، هي كل شيء. كيفاش مو في الطبيب، مو هي سي فري كيستعر بالحياه اللي هو عايش فيها والفقر اللي هو عايش فيه، ولكن مو هي الحياه ديالو.
وصل هو كيلهز وكيشد في يدها. ماما قالت له يا ولدي، قالت له اولدي، قال لها ماما، كيبكي ويعنقها ويبوسها. ماما صافي كيف قلنا بقى كيبكي بزاف. هذيك اللحظه عرف باللي الام ديالو هي كلشي، وباللي حتى حاجه في الدنيا ما كتقارن مع الحب ديالو لامو، وباللي كاع داك الصوره اللي كان كيحاول يبينها للناس بلي هو واحد الانسان اللي غني ولاباس عليه وعنده الفلوس وهذا، داكشي كله غير مظهر. داكشي كله كيبينوا الناس اللي اصلا ما غادي ينفعوه وما غادي يزيدوه حتى حاجه. الحب الحقيقي هو الام ديالو اللي ضحات على قبله واللي دارت اي حاجه على قبله. من ديك الساعه مابقاش كيهمو المظاهر، مابقاش كيهمو هذا شافني غيشوفني فقير، هذا غادي يشوفني في حي شعبي، هذا غادي يشوفني ما عنديش، مابقاش كيهمو. ولا كيخدم بالنهار، كيخدم وكيضرب تماره، وبالليل كيقرا. ديك الساعه مو بقات نهار مورا نهار كيتحسن وكيشري لها الدوايات وكيصلى فيها وكيعاونها. حتى واحد النهار جات واحد المسابقه وطنيه ديال الهندسه، ويشارك في ديك المسابقه وجا هو الاول. جات الصحافه وبات في التلفازه، يعني تبارك الله عليه، واصلا قرا يودكي مع الوقت ولا مهندس كبير، ولات عنده بزاف ديال الفلوس وشرا واحد الدار كبيره. امه معاه، هو كيقول لامو، قال لها ماما هاد البيس ديالك واي حاجه عندي ديالك، كيف ما ضحيتي على قبلي وكيف ما درتي اي حاجه باش انك تعيشيني مرتاح، انا غادي ندير اي حاجه باش نشوفك ديما مرتاحه وديما فرحانه. وما بدات كتبكي وكتعنق ولدها وهي كتبكي، كتقول له الله يرضي عليك يا ولدي. عرف بلي الحياه ماشي مظاهر. نخدموا نتقاتلوا نديروا اللي في جهدنا، ولكن نتقبلوا الوضع ديالنا ونحاولوا نديروا اللي في جهدنا باش نحاولوا نغيروا الوضع ديالنا على قد مستوانا العقلي. ماشي غنديروا شي حاجه فوق طاقتنا، نخدموا نتقاتلوا نسهروا الليالي، نديروا اللي في جهدنا باش نحسنوا الوضعيه ديالنا، ولكن ما نديروش حاجه ديال الحرام وما ناخذوش حاجه ديال الحرام، حيت داكشي كله غير صداع، غير تخربيق. نحاولوا اللي في جهدنا باش نكونوا نوصلوا لواحد الحاجه اللي حنا باغينا، وصح حاجه ما بعيده عند الله. كنتمنى في ربي يحقق لكم كاع الامنيات ديالكم، وحياتكم كلها تكون منوره ومضويه. كنتمنى ليكم كاع الفرح وكاع السعاده من الاعماق ديال قلبي. نوم هانئ، بسلامه.